السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. في هذا الفيديو بشرح لكم ما هو اختراق الهاتف، وكيف يتم اختراق الهاتف، وكيف تحمي نفسك من اختراق الهاتف، وإيش تفعل أو كيف تتصرف إذا شكيت أو عرفت إنه جوالك مخترق. فتابعوني واسمعوا كل ما أقوله بالحرف الواحد، وان شاء الله تستفيدوا. اول حاجه، ما هو كلمه اختراق او ما هو اختراق الهدف، ايش معناها؟ او اختراق الهدف يعني انه في شخص قدر انه يوصل لجوالك بدون اذنك، ويقدر يسحب الصور ويقرا رسائل وغيرها ويثبت ويعمل ويستخدم الجوال كانه انت بتستخدمه بدون ما تعرف. طيب كيف تعرف انه هاتفك مخترق؟ انا بجيب لكم علامات، وهو العلامات مش معناها انها مخترق، وانما تقدر قد يكون شك كمان. اول علامه هي استهلاك البطاريه. تشوف البطاريه بتستهلك بشكل غير طبيعي، مش زي كل مره. هذا في حال اذا كانت البطاريه مستهلكه، خاصه اصحاب السامسونج تشوف بطاريتهم تبدا تحمي، تبدا تستهلك فجاه فتره. فهذا شيء معروف. فانت تشوف البطاريه اذا كان ماشي مشكله من البطاريه، ان البطاريه صالحه، فعرف انه في شك، يعني انه في احتمال يكون مخترق. نجي لثاني علامه، هو استهلاك النت. بتشوف النت انه بيستهلك بشكل غير طبيعي، بس بعد ما تتأكد انك في فترة ثبت تطبيقات، او في تطبيقات شغالة في الخلفية وبتسحب النت، فانت تقطع عليها النت. مثلا استخدم الجدار الناري ولا اي حاجة تقدر من الاعدادات تقطع عليها النت، وتستخدم فقط تفتح النت لصلاح التطبيقات اللي انت تشتريها. وبعدين شوف الاستهلاك. ثالث علامة انك تلاقي فيه تطبيقات غريبة ثبتت من نفسها. تشوف التطبيق هذا ثبت من نفسه، اسمه غريب، مشكوك فيه. في حال تقدر كيف تعرف انك ثبت انت التطبيقات؟ في تطبيقات لما يجي يثبتها يطلع اعلانات، وحين مع الاعلانات يجي يثبت تطبيق او تثبت اداة، والاداة تثبت حاجة تبعها. فانت دائما تركز على ايش بتثبت، فعشان تعرف هل هو فعلا هذا ثبته البرامج اللي معاك، ولا اداة ثبتتهن، ولا انه في مخترق حد ثبته. تمام. معك رابع علامة، واللي آخر علامة، إنه إيش؟ إنه الجوال بيشتغل وحده. كيف يعني؟ يعني تشوفه يتحرك هكذا، يفتحوا الواتساب يفتح هكذا، تبصر بيتحرك كأن أحد بيستخدمه، وين ما بتفعل ولا شيء بيتحرك من نفسه. فهذا الشيء أكيد يعني قدوم مخترق. فهذا صعب إنه الهكر ما يستخدموش هذا الشيء، وإنما معهم أدوات تسحب سكتة في سكتة بدون ما تعرف. طيب يا أستاذ أيمن، طيب الآن كيف أنا أحمي جوالي؟ كيف عشان ما حد يقدر يخترقه؟ أول حاجة ما تفتحش ولا تضغط على هذا الرابط لا مدري ايش تجي تضغطه ابدا. اي رابط لا تضغطش الا من مصادر موثوقه تعرفه، او الرابط انت تعرفه انت شخصيا انك تعرف هذا الرابط طبعا ايش. غير كذا لا تضغطش على اي رابط. هذا كنصيحه. ثاني حاجه، لا تثبتش اي تطبيق من خارج المتجر الا من المصادر الموثوقه. مثلا الناس تعرفهم تبع منصه تعرفها قد معروفه قوي قوي قوي، ومش بعض هذه منصه يا اخي الناس بيتكلموا عليها معهم تطبيق صرت تثبتها. لا، مالي ومال الناس. انا اعرفها شخصيا. ايوه، تمام. مثل الأكاديمية، معنا تطبيق الأكاديمي، أكيد طلابنا بيثقوا فينا يحملوا تطبيقنا، بس غيرنا بيشوف التطبيق ما بيثبتش. ليش؟ ما يعرفناش ويقول ومن حقه فعلا إنه يشوف. فعشان كذا ما تثبتوش إلا من مصادر موثوقة، أو ثبتوا من المتجر فقط. هذا كنصيحة. تمام. ثالث حاجة، راجع صلاحية التطبيقات. بعض التطبيق تطلب منك، مثلا نجي لعند مثلا تطبيق معلومات التطبيق. شوف، نجي لعند أذونة التطبيق. تمام. شوف، الأذونات المسموح بها إشعارات بس. شوف، ما طلبنا، شوف التطبيق الأكاديمية ما طلبش لا صور ولا فيديوهات ولا ملفات ولا موسيقى. ليش؟ لأنه ما لنا علاقة. احنا ايش إشعارات بس، لأن أنا أقدر أكون أرسل لكم إشعار إذا في حاجة جديدة يوصل لكم إشعارات. فعشان كذا تروح تدي له صلاحية الإشعارات عشان توصل لك إشعارات بس إذا التطبيق الأكاديمي هل هو يصمم صور؟ لا، في شروحات قد يكون فيه بس داخل التطبيق، لانه ما يحتاج انك تدي له صلاحيه للصور والفيديوهات او للملفات. ليش؟ لانه ما بيحفظ لك لا صور، ولا انه يصمم لك صور او فيديوهات. فعشان كذا شوف، ماشي في صلاحيات. بس اذا شفت في تطبيق مثلا، في تلاحظ في تطبيق مثلا، نقول يا اخي نقول البكسلاب، ونجي نشوفه مثلا لما نجي نفعل لها معلومات التطبيق ونجي نشوف الاذونات، نلاحظ انه ايش طلب مننا. بس الاشعارات قاعد لنا نفعل الاشعارات مش مشكله اذا في اشعارات. بس في بعض التطبيق، شوف هذا الان تعتبره شبه موثوق. طيب في تطبيق يطلب مثلا من الاذونات انه الاذونات المسموح بها، يعني اللي تريد لها اذونات في جهه الاتصال. طيب هو برنامج تصميم، ايش دخلها من جهات الاتصال؟
ركزي معي صح. يعني كل برنامج له عمل مجال عمله. التصميم اكيد بيدخل للملفات والصور ندي لها صلاحيه عشان يقدر يحفظ. الاشعارات مش مشكله، تشي يقول يرسل لك اشعارات ماشي يرسل لك اشعارات، هذا الشيء راجع لك انت. وانما اكلمك مثلا جهات الاتصال، ليش ما يفعل بجهات الاتصال؟ ما معنى انه يشيها كذا او يسحبه، ولا هو برنامج تصميم ما له علاقه بجهات الاتصال. زي ما قلت لكم شرحنا لكم في هذا ووريناكم فيها كأكاديمية التطور، فما بيحتاج ان انتم تتولوا حتى الصلاحيات. لذلك لما تيجي تبصر لما تيجي تفتح التطبيق تبصر انه يطلب منك صلاحية اشعارات او انك تسجل الاشعارات. هذا في حال اذا نشيت نسمع الاشعارات حقنا اول باول بس. اما البقيت ما حنشتغل. ليش؟ لان احنا ما لنا علاقة فيه. هذا التطبيق احسه شبه موثوق. بس لما اجي اثبت يقول لك التطبيق غير امن او ضار، هذا فهذا الشيء مش معنى انه مخترق، لو انما ايش انه خارج المتجر ما بش فيه توقيع من جوجل معتمد بس. في تطبيقات تلاقيها كثيرة حلوة ومعتمدة بس بيطلع لك هذه الرسالة. ليش؟ لأنه مش موجود في المتجر، مش ما حملش من المتجر، حملته من مصدر ثاني وما بش فيه التوقيع حق جوجل نفسه. فبيطلع لك رسالة إنه قد يكون ضار أو إنه على إصدار قديم أو يقول لك فحص التطبيق. فهذا شيء ما في أي مشكلة، وزي ما قلت لكم ما تثبتوا إلا من مصادر موثوقة. فاذا شفت تطبيق مثلا مع صلاحيه اكثر من اللازم زي ما قلت لكم الان، شفنا تطبيق الاكاديمي مع صلاحيه اكثر من ما اديناها له، مثلا الشيء عارف فقط ادينا له صلاحيه جهه الاتصال وكذا كذا، هو ما يحتاج، ما له علاقه بهول الحاجات. فاعرفوا انه هذا ايش التطبيق قد يحاول انه يخترق، فكيف تفعلوه؟ تمنعوا منه صلاحيات. اذا شفتوا التطبيق مفيد بتستخدموه منعوا منه صلاحيات وخلوا الصلاحيات اللي يحتاجها هو. التطبيق الاكاديمي يحتاج صلاحيات في الاشعارات فقط. تطبيق البرامج التصميم والمونتاج يحتاج صلاحية في الصوت، لأنه منتج تضيف موسيقى في الصوت والملفات والصور والفيديوهات بس. مش معنى انه ما يخترقوش، الله يعلم، بس مهما كان هذا برنامج تصميم لازم تجيب له الصلاحيات عشان يشتغل. اما انه موثوق مش موثوق هذا الشيء راجع لكم انتم. تمام. معك الحاجة اللي بعدها انك تسوي قفل شاشة قوي، مش شاشة يعني رمز ولا شيء، يقدروا يخمنوا يطلعوا. انك تفعل قبل البصمة كمان، او انك تضيف لك بصمة وجه يعني عن وجه العين او الوجه. تمام. او انك تضيف الثنتين عاد افضل. تمام. احيانا في بعض الانظمه يطلع لك تحديث، في وجود تحديث جديد للنظام، نظام التلفون نفسه الجوال، تحصل احيانا تحصل انه يوجد في تحديث حدث. ليش؟ لأنه كل ما تحدث باستمرار، لأنه كل ما ينزلوا تحديثات كل ما يكووا فيها الحمايات، يكووا فيها الأمان، يكووا فيها، فأنت لازم إنك تحدث أول بأول. اللي بعدها انك جوالك هذا ما تجيبش لاي حد. في ناس بيجي تشله يثبت لك تطبيق يقدر يراقبك منه، او انه يدخل يخترقها في خلال دقائق، هذاك ساعه ورده لك وتكمل كل حاجه. فعشان كذا لا تجيبش لحد. تمام. ولا تثبتوش تطبيقات يقول لك هذا تطبيق حماية مثل الكلين ماستر ومدري ايش، هذا لا تثبت ان شاء الله يستهلك البطاريه. يطلع لك اعلانات واحتمال هن يتجسسن على جوال. اغلب البرامج الحمايه هؤلاء الموجودات تحصل ان هن تجسس ما من فائده، وان يعلقن بالجوال اكثر. فعشان كذا الجوال نفسها خاصه الانظمه الحديثه يجي مع نظام حمايه من نفسه الحمايه. هذا التطبيق بس تبع الجوال فحص حمايه، وتفحص كل الجوال من الالف الى الياء، تفحص كامل الحمايه. يعني لا تخلوش اي احد يقول لك مدري ايش كلمة. تمام. الان طيب يا استاذ ايمن، اذا انا اكتشفت او شكيت انه واحد في يخترق جوالي، انا ايش اسوي؟ بقول لك كيف تسوي بكل بساطة. اول طريقة تسوي، اول خطوة تسوي، غلق النت، افصل النت من الجوال، نزل النت وغلق الواي فاي، غلق ال 3 جي، ما اقطع النت تماما على التلفون. ليش؟ لانه اذا قطعت النت بيقطع الاتصال عن المخترق، اذا حتخترق جوالك بيقطع الاتصال عليه. تمام. لانه بيتصل عبر النت. هذه واحدة. اي تطبيق مشبوه او ما له لازم احذفه. كيف يا استاذ ايمن؟ نجي له عند الاعدادات، هتلاقوا حاجة اسمها التطبيقات. تمام. التطبيقات هتلاقوا هنا تطبيقات النظام ما لنا منها. تمام. مش إدارة التطبيقات الكاملة، بتلاقي تطبيقات مثلا هذا ما نشتري، تلاقي في بعض التطبيقات، تلاقي بعض التطبيقات مثلا يا بلا اسم يا باسم الاعدادات، ومش اعدادات، مش تبع النظام. تبتسل توال جان حاجة جديدة مش دائما فعلين ازالة بكل بساطة، عملا ازالة. تطبيق ما انا مش مستفيد منه او ما لها لازمة افعل حذف، حتى لو انا ثبت، حتى لو تبع النظام كثرة تحذف ايش احذفه ماشي لازمة. ولا تحذفش الا اي تطبيق لو كنت تعرف اذا هو تبع النظام. مثلا بعضهم يجي يحذف لك يا اخي البطارية والاداة هذا ما نشتري، اجي احذف، هو تبع النظام، هو تقريبا ما يحتاجش بس تبع النظام، يقف اجباري ما بش حذف. بس بعضهم يجي يطلع عندهم حذف حذفه، وبعد يجي يقول البطارية مدري مالها قريب تصفى، البطارية بتنضرب. لا تحذفش حاجة لو انت داري ما هي. فعشان كذا التطبيقات اللي انت ثبتها
تحاول انك تركب عليه، تشوف في تطبيقات مثبتة غير النظام، فبتشوف انه الامور طيبة. تمام. مع كمان الاذونات تقدر تشوف كل التطبيقات، هذا قد شرحت من قبل. تمام. ثالث خطوة تسوي انك تغير كلمة سر حق تلفونك. بعد ما تغير كلمة سر حق تلفونك تروح من جوال ثاني وتفتح حساباتك التواصل الاجتماعي منه وتغير كلمة سر منه. يعني تغير كلمة سر حق صفحاتك حق التواصل الاجتماعي، حساباتك الفيسبوك والانستغرام والى غيره، تدخل تغيرين من تلفون ثاني، تغير كلمة سر حقنا. هكذا انك تقدر دائما انك تحافظ على حساباتك كمان. معك فتح الحماية، تسوي فحص، تفتح الحماية زي ما قلت لكم، هذا هو حق الحماية، وتسوي له ايش؟ فحص. يفحص لك الجهاز فحص شامل ويطلع لك اي حاجه، اي مخاطر تسوي لها حذف والامور طيبه. اخر حل عشان يطمن قلبك وتعرف انه فعلا ما عبش هاكر ولا ما عبش اي احد تخترق الجوال، فرميت الجوال ايش تسوي له اعاده ضبط المصنع، وكذا امورك طيبه تمام التمام. في كثير بعد اللحظه في ملاحظه، يعني في خيرات منكم بيسوي هذا الحاجه اخطاء يعني بيعمل هذه الاخطاء ويخدرهم بدون ما يدري. مثلا اول خطا يسوي يقول لك هذا برنامج يخترق شبكات، هسه ثبته برنامج يخترق، برامج تهكير واختراق كذا، مش البرامج اختراق ماشي موثوقه اساسا، انما هو البرامج ايش عشان تكون عند الضحيه فين، اذا ثبتن تعرف انه جوالك يودع. حتى لما جيت ثبته ما بيشتغلش، ليش يقول لك يطلب الروت هذا يقول لك ايش يكسر حمايه الجوال، يعني التطبيقات يشتغلين براحه بدون اي رقابه. هذا اكبر اثبات ان الجوالات ان التطبيقات ولا ما لها امان، فلا تثبت شيء تطبيق ما تعرفش اصلا، خليه في راسك، اي تطبيق ما تعرفه لا تثبته. تمام لك. زي ما قلت لك بعض حاجه الثانيه يقول لك انه يثبت التطبيقات ويجيب لها حمايه كل الصلاحيات. مثلا زي ما قلت لكم تطبيق الاكاديميه جبت لها كل الصلاحيات، صح انه مش هو هاكر بس انت جبت لها صلاحيات ليش اصلا؟ فانت يعني من باب الاحتياط لا تديلش صلاحيات، ما دام ما يحتاج للصور الفيديو ما تديلش، يحتاج الاشعارات دينا له صلاحيه الاشعارات بس. بعد ما يا اخي التطبيق مدري ما يشتغلش، تجيب لها كل الصلاحيات يمكن يشتغل برضه تحس التطبيق ما يشتغلش، يا ماني ما اشتغلش في خلل في البرمجه التطبيق نفسه، او في خلل ما توافقش مع النظام، فبعضهم يجي يدي له كل الصلاحيات. لا عزيزي، لا مش اي حاجه تدي لها كلام كامل الصلاحيات، لا تدي لها الصلاحيات اللي يحتاجها. تطبيق تصميم صور فقط تجيب لها حق الصور الفيديوهات، تطبيق مونتاج فيديوهات تجيب لها حق الصور والملفات والاصوات. الصور اذا صور بس زي ما قلت تدي لها صور الفيديوهات والملفات عشان يحفظ، ينشئ لها ملف داخل الملفات ويكون يحفظ الصور اللي فيه. حاجه مش ما لها علاقه ما لها علاقه. طب مثلا برنامج مشغل صوتيات ايش صلاحيات للصور والفيديوهات، ليش خيرياطي الملفات تمام حلو عشان يدخل للملفات يشوف وين الاصوات يفتحون يشغل، ما دخلها من الصور والفيديوهات. فتعرف انه ايش لا تجيبوا كل الصلاحيات، دي الصلاحيات بس اللي يحتاجها عشان يشتغل التطبيق، غير كذا ابردوا لكم. بس اغلبتكم يدخل يدي كل الصلاحيات، كل يمكن يشتغل البرنامج وزي الحمار يدخل يدي الصلاحيات كامل، وهذا شيء غلط. تمام. اكبر غلط زي ما قلت لكم انك تجيب لها كل الصلاحيات، ما تجيب لها صلاحيات الا حسب ايش استخدام التطبيق نفسه. في بعضهم بيستخدم شبكات الكروت، مع احترامي الشديد الشبكات الخارجيه اللي كروت شبكه ابو كروت او لك ابو مي ابو مي. طبعا اصحاب الشبكات قادرين انهم يخترقوا، مش اقول لكم مش موثوقين، الله اعلم انا ما اعرفش اي حد واي حد نياده، ولكن احذروه. يعني انا لو انا استخدم تطبيق يعني نت شبكه خارجيه استخدمه بجوال، الجوال ما فيه اي حاجه، عشان لانه صاحب الشبكه يقدر يدخل يراقب جوالك، يقدر يخترقه ويقدر يسحب منك اي حاجه، ويقدر حتى يحظر انك ما تستخدمش الشبكه. فركزوا على هذه الحاجات، واتمنى انه الشعبي العرب بشكل عام انه يوعى ويصحصح ويركز وما يفعل حاجه الا ببصر. في يقول لك في التأني السلامة، ما تستعجلوش، لا تقول هذا ليش، هذا موثوق، هذا خدعني، هذا خذلني، هذا مدري ايش، هذا لا ابدا ابدا ابدا. انا كنت هذا كان انا كنت احسبك ما شاء الله عليك، في الاخر طلعت خذلتني. لا ابدا، زي ما قلت لكم طبقوا كل اللي قلته بالحرف الواحد، وان شاء الله ما حد بيقدر يخترقكم. واتمنى انتم استفدتم، وما بطولش اكثر، ولا ننسى الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.